السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أهلا بيكم في حلقة جديدة من الكورة مع الأزوري. النهاردة أنا طالع عشان أتكلم، مش هتكلم في الكورة، هتكلم في كرة اليد بقى، والفضيحة بتاعت امبارح في كرة اليد فضيحة كبرى. حتى التحكيم كمان معاهم بيقدروا يعملوا معاه شغل في كرة اليد. يعني فضيحة امبارح غير طبيعية. يعني الحكام امبارح بتوع كرة اليد في بطولة الأندية الأبطال أفريقيا مش ممكن حاجة. فجر تحكيمي، فجر. الزمالك كان متقدم بفرق تلات أهداف. الزمالك كان متقدم بفرق 3 أهداف. يقوم الحكم يدي ضربة جزاء للأهلي ويطرد لعيب من الزمالك، وبعد كده الكرة تتصد. لا، فازاي بقى الكرة تتصد؟ فيقوم بعد ما الكرة اتلعبت خلاص واللعيبه في الملعب، يقوم الحكم عامل خطأ فني في التغيير، يقوم طارد لعيب كمان من الزمالك. يعني الزمالك يلعب ب4. كل ده عشان الاهلي يضيق، وفعلا حصل وضيق وايه وضيق الفارق. يعني شفتم فجر اكتر من كده؟ فجر حتى في كرة اليد فجر. مش ممكن يعني. وبعد كده يقول لك انتوا بتكرهوا الاهلي ليه؟ 2 حكام، مش ممكن. الحكام دول غير طبيعيين، مش ممكن. يعني الماتش كان ماشي تمام وفجأة اتقلب. اخدوا بقى اوامر من بره، اخدوا من المنصة حاجة من المنصة كانت ملغمة، يعني ناس تبع النادي الاهلي. حاجة غير طبيعية، مش ممكن يا جماعة. يعني ده والله العظيم. اللي ما بيفهمش يقول ان ده فجر تحكيمي. اللي ما بيفهمش يقول ان ده فجر تحكيمي. مش عارف انا. لو الحكام دول تقريبا من السنغال ولا من الحتت اللي تحت دي، الحكام السمر دول. لو حكم من ليبيا ولا من الجزائر ولا من تونس ولا من المغرب، مش ممكن كان يقدر يعمل كده، لان الناس دي ناس شريفة. عرفتم ليه بقول لكم الزمالك الفريق الاشرف؟ لانه بيكسب كده زي ما قال شيكابالا. مش عارف هيفضل وايه. يعني غير كل دون عشان لقب ملوك الصالات، عشان لقب الكوماندوس. هيجنهم فعايزين بقى ايه؟ يقللوا بطولات نادي الزمالك. لا، مش هيحصل. طول ما في ناس بتفهم هيعرفوا ان النادي ده نادي مش مظبوط في بطولاته، وباين جدا، باين جدا وواضح. نادي الزمالك ليه جماهيره لربنا الاول، وجماهيره ان شاء الله بعد كده. شكرا لكم. انا عمري ما قلت لايك وشير والكلام ده، بس انا بقول دلوقتي لازم اللايك والشير عشان الناس تعرف ان الفرقه دي بتكسب، الفرقه دي النادي ده بيكسب ازاي. ومش في ده بس، في الطايره غيروا لوائح عشان الزمالك الاتنين محترفين اللي كانوا عنده. غيروا اللوائح، قال ايه؟ ما ينفعش 2 محترفين في نفس المركز يلعبوا، مفيش فايده. وفي الباسكت برضه اخدوا، قال لك لا، ومش النظام البطوله يتغير عشان بعد كده ما يقابلوش الزمالك ويوصلوا ويحطوا الزمالك مع الاتحاد. كتير جدا، فضايح كتير جدا، فضايح. وادي في اليد اهو كمان. يلا، شكرا لكم. ما تنسوش بقى اللايك والشير عشان الناس تفهم والناس تعرف الفرقه دي حتى في اليد بيكسبوا ازاي. السلام عليكم. ما تنسوش الكرة مع الأزوري هتكون جميلة وبيوري.